السينامون رولز ريحتها وشكلها عمرها ما فشلت إن تخليني سعيدة. في وصفة النهاردة هقول لكم على تركاية لو عملتوها هنضمن لكم إن السينامون رولز اللي هتعملوها في البيت هتطلع معاكم هشة وطرية وتطلع زي المحلات وأحلى كمان كل مرة ومضمونة نجاحها. يلا نبدأ. هنحتاج كوباية إلا ربع لبن دافي، عليهم نص كوباية سكر. نحاول نقلبهم كويس علشان نخلي السكر يدوب على قد ما نقدر. زود عليهم كوباية الا ربع زبدة سايحة، خلي بالكم ما تكونش سخنة قوي، تكون دافية عشان خاطر لما نحط الخميرة ما تموتهاش. ونقلب كويس برضو، وبعد كده نحط الخميرة بتاعتنا. هنحط باكو خميرة وهقلبهم كويس مع بعض، وبعدين هسيبهم حوالي 10 دقايق عشان يتفاعلوا مع بعض واتأكد ان الخميرة شغالة. بعرف انها شغالة انها عاملة بابلز. هبدأ ازود الدقيق بقى هنا انا هقسمه بنسب معينة. المقدار المفروض يكون 5 كوبايات دقيق. انا هحط في الاول 4 كوبايات دقيق، يعني 80% من المقدار بتاع الدقيق. هقلب كويس وهسيبهم يخمروا مع بعض الخمرة الاولى، وهو ده اللي هيفرق جدا في قوام السينابون بتاعنا. الخميرة هنا بتخمر في كمية دقيق قليلة، فبتدي هشاشة كده زايدة للسينابون. في نفس الوقت انا ما اقدرش اعتمد على كمية الدقيق القليلة دي، بس استفدت من خمرة الخميرة الاولانية في كمية الدقيق القليلة دي. فجربوا الطريقة دي وفعلا هتعتمدوها ومش هتغيروها ابدا. هنكمل تقليب، وبعد ما نقلبها خالص ونلاقيها اندمجت كده والدقيق كله دخل جوه الخميرة، هنغطيها ونسيبها تخمر لمدة ساعة، وبعد كده نكمل بقى بقية الوصفة بتاعتنا. وعبال ما تخمر هنجهز الحشو. كوباية الا ربع زبدة طرية، على كوباية الا ربع سكر، ومعلقتين كبار قرفة. هقلبهم كويس جدا لحد ما يدوني قوام كريمي كده علشان يبقى سهل الفرد معايا في السينابون وما يتعبنيش. بصوا هو ده القوام اللي احنا عايزينه، قوام كريمي كده وسهل الفرد عشان يبقى سهل معانا. يلا نشوف بقى العجينة بتاعتنا. عجينة ما شاء الله خمرت وبقت زي الفل. المرحلة دي بصوا بتبقى ملزقة كده، لان لسه فاضل لها كوباية دقيق من ال5 كوبايات اللي هي بتاعة المقدار. هنبدأ نزودها دلوقتي. هنزود كوباية الدقيق اللي فاضلة، وطبعا هننخلها كويس جدا. بننخل اي دقيق بنحطه في الحلويات. هندخل كوباية الدقيق وهنزود عليها معلقة بيكنج باودر ومعلقة ملح ورشة ملح اللي تحبوه، هي كده مش حباه. وهنبدأ نعجن كويس قوي. هنعجنها شوية كده في البولة، وبعد كده هننزلها على سطح نضيف وايدينا نضيفة ونبدأ نعجن بايدينا. عايزين تعجنوا بعجانة يكون افضل، مش عايزين ممكن تستخدموا الهاند ميكسر، تحطوا الدراع بتاع العجن او تعجنوا بايديكم. انا بحب اعجن بايدي عشان احس العجينه ناقصه ايه محتاجه ايه وكده. اول حاجه هنعملها نحاول ندخل كوبايه الدقيق اللي احنا حطيناها جوه العجينه الاول. العجينه فيها كميه سوائل كتيره جدا، فما تقلقوش، هتشرب الدقيق وهتبقى كويسه جدا. ندخل الدقيق الاول جوه العجينه وبعد كده نبدا نعجنها كويس. هي هتحتاج حوالي 10 دقايق عجن، فما تحسوا ان هي طريه او ملزقه في الاول ادوها وقتها في العجن، وما تزودوش دقيق خالص في المرحله دي قبل ما تدوها وقتها في العجن، لان العجن ده بيخرج الجلوتين اللي جوه الدقيق علشان نديها المطه بتاعتها بتاعت الدقيق في العجينه. وبعد كده هيظهر على شكل هشاشه في الاخر في الحاجه اللي احنا بنخبزها. ادوها وقتها، وبعد ما تخلصوا خالص على الاقل مثلا من 5 ل8 دقايق بصوا عليها كويس، شوفوها ملزقه، محتاجه دقيق، ناشفه، محتاجه حاجه سايله. بس هي دي العجينه، دي عجينه غنيه فيها لبن كتير وفيها زبده كتير، فغالبا مش هتحتاج معاكم حاجه. بعد ما خلصنا ال10 دقايق بصوا بقى العجينه ناعمه جدا وهشه وفلافي كده، بجد من احلى العجائن اللي بحب اشتغل بيها. في المرحله دي هحاول ان انا افردها بشكل مستطيل الاول بايدي كده، بحيث اجهزها تاخد شكلها لما اجي افردها بالنشابه. احط بس شويه دقيق، ما بكترش عشان خاطر ما يتنشفش مني العجينه. هحطها بقى وهبدا افردها بايدي كده، اديها شكل مستطيلي، وبعدين ادخل بقى على الفرد بالنشابه. ده هيسهل عليا جدا لما اجي افردها بالنشابه، هي اوريدي هتبقى واخده الشكل. هبدأ بقى أفردها بالنشابة بشكل مستطيل. حاولوا توجهوها للاتجاه الأسهل ليكوا علشان لما تيجوا تعملوا الرول بتاعكم بعد كده. ما تهتموش للأطراف، احنا كده هنسووها بعد كده.
بعد ما خلصنا بالنشابة بجيب سكينة وببدأ أساوي الأطراف علشان ميبقاش في حتة طالعة وحتة نازلة، يبقى مستطيل منتظم. التفاصيل الصغنونة دي هي دي اللي بتفرق في الآخر في الفينش الأخير بتاع السينابونة، تبقى السينابونة كده مظبوطة وزي بتاعة المحل. كده تمام. هحط بقى الحشوة، احط الحشوة حتت على قد ما اقدر عشان تبقى توزيع بالنسبة لي سهل. الطريقة بتاعة الحشوة دي اسهل كتير من ان انا افرد الزبدة وبعد كده احط عليها سكر وبعد كده احط عليها قرفة. اولا اسهل، ثانيا كمان بتفرق كتير في الطعم، لان القرفة لما بتتحط لوحدها اوقات ما بتلزقش في السكر والزبدة، وساعات بتسيب طعم كده مش حلو، فده بتبقى افضل كتير لما تبقى اوريدي هي مندمجة مع الزبدة. هبدأ دلوقتي الف الرول بتاعي، الفه في الاتجاه اللي يريحكم. بحب الفه في الاتجاه الاطول عشان بيعمل معايا اكتر وبيبقى ارفع، انا بحبها رفيعة. كل واحد يحب يعني يشوف هو بيفضل ايه. انا هلفها كده، وبعد ما بلفها بيبقى مثلا ساعات بيبقى في حته اللي في النص مقلبظه شويه عن الاطراف، فانا بسويها كده، بحاول ان انا اسويها من جوه واسحبها لبره بايدي عشان يبقى كلها قد بعض. بجيب خيط، عندك خيط اسنان، عندك خيط عادي خياطه، زوجيه على 2 واستخدميه، دي افضل طريقه لقيتها لتقطيع السينابون. السكينه بتفطسه كده ويبقى شكله متفعص، دي بيبقى احلى حاجه. بصي اول واحده بتبقى دايما فيها بوز كده بس انا بحبه فانا بشيله على جنب ليا، وبعد كده هبدأ أقطعها وأرصها في صواني. سيبي مكان كده فاضي ما بينهم لأن احنا هنخمرها كمان تخميرة تانية، فيبقى في مكان علشان تنفش كمان نفشة. أنا مش بحب ألزقهم في بعض قوي عشان بحبها كده تبقى مدورة وجميلة، بس طبعا انتي براحتك، لو حباها هي تبقى مدفوسة كده في بعضيها اعملي اللي بتحبيه أكتر. كده تمام. الكمية دي عملت معايا صينيتين، هبدأ أغطيهم بفوطة وأسيبهم يخمروا كمان لمدة ساعة تانية. في أثناء الساعة دي بقى هنعمل الصوص. هنحط 3 معالق زبدة سايحة وهنزود عليهم كوباية جبنة كريمي تبقى في حرارة الغرفة عشان تبقى طرية وتبقى أسهل معانا، وهنحط كوباية سكر بودرة. أنا بحب بس أحطهم بالتبادل، ما بحطش الكمية كلها في الأول، تبقى أسهل كتير في الضرب. ممكن تضربوها بمضرب كهربائي بس أنا بحبها كده تبقى سايحة، ما تبقاش جامدة قوي. بزود بعد كده معلقة فانيليا، وبزود هم 4 معالق لبن كبار، بس انا بحب ازودهم واحده واحده لان ده يخليني اتحكم في سمك الصوص، عايزاه تخين عايزاه رفيع. انت براحتك برضه، انا بحبه خفيف شويه، انت عايزاه تخين واحده واحده نحط اللبن عشان هو ده اللي هيتحكم لي في سمك الصوص. خصوصا ان انواع الجبنه الكريمي الفتره دي بنجربها تقريبا فمش عارفين هتحتاج انا بنخمر الخمره التانية. بصوا ما شاء الله خمر واتنفش ازاي، هما يعني تقريبا هيلزقوا في بعض، بس انا يعني لو زنقتهم اكتر من كده كانوا هيلزقوا في بعض. هدخلهم الفرن دلوقتي على درجة حرارة 160، هيقعدوا حوالي من 20 ل 25 دقيقة، برضو راقبيهم لان كل فرن بيختلف. تطلع معايا النتيجة دي، وبعد كده هنبدأ نزود الصوص. انا بحب احط الصوص واحد على كل واحدة لوحدها عشان يبقى فريش كده اول ما الواحد يجي يدوقه. بجد يعني الريحة طبعا البيت ريحته مقلوبة كانت، والصوص بيبقى طعمه تحفة لما بيجي يتحط عليها. وفعلا الوصفة دي أنا مجربوها بقالي سنين، كل مرة بتطلع هشة بنفس الطريقة ومظبوطة وناجحة، كل مرة بتطلع ناجحة. جربوها وقولوا لي رأيكم ايه في الكومنتات، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب واشتراك في القناة لو عايزين تشوفوا كل الوصفات وكل التريكات وهكذا الطبخ الجديد. باي باي.